بيبدأ الفيلم بتصوير بالموجات فوق الصوتية لطفلين توأم. في الأول كل حاجة بتبان طبيعية، لكن فجأة واحد من الأطفال بيتحول لكائن عدواني ومرعب زي الكابوس. بنتنقل دلوقتي للحاضر وبنتعرف على ماريا. بنشوفها بتجهز نفسها للمدرسة قدام المراية. ماريا عندها 17 سنة وحياتها تعتبر عادية، بس بعيدة كل البعد عن الكمال. حياتها منعزلة جدا ومفيش فيها أي مشاعر. ماريا بتنزل تفطر وعيلتها بتاكل في صمت تام، مفيش حد بيتكلم والوضع متوتر جدا. بعد كده ماريا بتسيب البيت وبتروح المدرسة. أول ما بتخرج من البيت بتولع سيجارة وبتقابل طالبة تانية. الطالبة دي بتبقى وقحة جدا مع ماريا، بس ماريا خلاص اتعودت على ده. في المدرسة ماريا منبودة ومفيش حد بيعبرها. لما بتركب الأتوبيس الطلاب بيبتدوا يتنمروا عليها على طول. هم مش عايزين يقضوا معاها أي وقت وبيعاملوها بقسوة من غير أي سبب واضح. في الحقيقة هي ليها صديقة واحدة بس بالعافية. ماريا بتقضي وقتها لوحدها في المدرسة، بتلبس سماعات الأذن وبتسمع مزيكا. هي كمان بتغير من ليلي جدا عشان ليلي مشهورة في المدرسة وعندها كمان حبيب اسمه شون. ماريا معجبة بشون ده في السر. ماريا بتبقى متضايقة جدا لما بتشوف ليلي بتتنطط على شون وبتحس بالغيرة بشكل فظيع. لما ماريا بترجع البيت لازم تتعشر تاني مع أهلها. هي في البيت بتكون هادية ومنطوية عشان مش بتحس بالراحة معاهم. أبوها دان منعزل وبيحب يقضي معظم وقته في شغله. هو جراح تجميل ودقيق جدا في كل حاجة، بيتوقع إن كل حاجة تكون مثالية، وده بيحط ضغط كبير على ماريا. أما أمها إيمي فهي غير مستقرة نفسياً، بتجيلها كوابيس طول الوقت وكمان عندها اكتئاب. في تفصيلة مهمة كمان إن دان بيخون مراته طول الوقت والكل عارف ده. إيمي بتحب تمثل إن مفيش أي حاجة بتحصل، وبشكل عام العيلة دي غير مستقرة بالمرة. دلوقتي على العشاء ماريا لازم تسمع أمها وهي بتتكلم عن أصحابها وخططها. إيمي بتحاول تساعد بنتها وعايزة تعرفها على ولد عشان حفلة التخرج قربت وهي محتاجة حد يروح معاها. ماريا بتتعصب من الفكرة دي وبتقول لأمها تبطل كلام. أبوها دان بيتدخل هو كمان، وماريا بتحس بضيقة ووحدة. في النهاية ماريا ما بتقدرش تمسك نفسها تاني، بتزعق في وش أمها وبتسيب طاولة العشاء. دان بيبقى قلقان على بنته، بس مش عشان هو بيهتم، لأ، عشان هي مصدر إحراج. بيتكلم بصوت عالي عن إنها ملهاش أصحاب ولا حياة اجتماعية وإنها مش هتوصل لأي حاجة في حياتها. ماريا بتسمع كل ده وبتتضايق أكتر. بتروح على أوضتها وبتبص على نفسها في المراية، وبسرعة بتلاحظ حاجة في الإطار بتاع المراية. اللي بتلاقيه بيفاجئها جدا، صورة قديمة بالموجات فوق الصوتية. الصورة دي بتوري توأم، وماريا مش عارفة تعمل إيه بالموضوع ده فبتتجاهله. بعد كده بتروح الحمام وبتقضي وقت لوحدها بعد ما بتاخد شاور. ماريا بتتخض جدا لما بتلاقي انعكاسها في المراية بيتحرك لوحده. بتخاف جدا وبتقع على الأرض. ماريا بتستخبى ورا التواليت قبل ما تقوم تاني وتتأكد من المراية. المراية بتتحرك من تلقاء نفسها. ماريا خايفة وبتحاول تتأكد هل ده مجرد خيال ولا حقيقة، فبتمسح المراية وبتلاقي انعكاسها بيبتسم لها. ماريا بتترعب تماما وبتسيب الحمام بسرعة. تاني يوم الصبح هي لسه متوترة وعايزة مساعدة ونصيحة من أهلها. بتنزل تحت وبتحاول تتكلم مع أبوها، وإيمي أمها بتجهز الفطار. ماريا ما بتلحقش تنطق بكلمة قبل ما أبوها دان يقطعها. هو مش بيسمعها أصلاً، كل تركيزه على شكلها. بيقول إن شكلها وحش وما ينفعش تروح المدرسة بالشكل ده، وبيفتكر إنها ما نامتش كويس، فبيكون أحسن لو طلعت أوضتها وحطت مكياج. ماريا بتزعل قوي عشان أبوها مش مهتم بمشاكلها. بتطلع تاني على الحمام علشان تسرح شعرها وتحط مكياج. بنشوف إن انعكاسها في المراية بيتحرك لوحده ومش متزامن معاها. ماريا ما بتلاحظش أي حاجة غلط وبتروح المدرسة كالعادة. مارك المتنمر الرئيسي اللي بيحب يضايقها بيكون مستنيها عند أتوبيس المدرسة. بتكون على وشه ابتسامة مرعبة وماريا بتخاف منه. فجأة ليلي بتوصل بعربية جديدة خالص وبتاخد ماريا معاها. ليلي بتحب تتباهى بحاجتها قدام ماريا، وبيروحوا يجيبوا حبيبها شون. ماريا بتضطر تقعد في الكرسي اللي ورا وتتفرج على علاقتهم. لما بيوصلوا المدرسة ماريا لسه بتقضي وقتها مع شون وليلي، بس بيقابلوا مارك المتنمر. مارك بيوقع ماريا على الأرض وبيبتدي يضحك عليها قدام الكل. شون بيتدخل علشان يساعد وبيدخل في خناقة حامية مع مارك. ماريا بتلاحظ إزاي شون حماها والموضوع بيعجبها. بعد المدرسة ماريا بترجع البيت وهي زعلانة قوي تاني. بتبدأ تسمع صوت وبتخاف، بس بتقرر تروح تشوف مصدر الصوت، وبسرعة بتوصل للحمام
وبتلاقي انعكاسها قدام المراية، بس المرة دي انعكاسها بيتكلم معاها، وماريا بتترعب. الانعكاس ده بيسمي نفسه آيرام. آيرام نسخة طبق الأصل من ماريا في الشكل، لكن شخصيتها مختلفة تماماً. ماريا بتتكلم معاها، والانعكاس بيوضح لها إنها موجودة معاها طول الوقت، في أي انعكاس بتشوفه، في أي مكان بتروحه. ماريا عندها أسئلة كتير عن آيرام دي، بس ما بتلاقيش أي إجابات. آيرام بتطلب من ماريا تقول لها هي عايزة إيه، لأنها متأكدة إنها ممكن تخلي ماريا سعيدة. آيرام واثقة من نفسها وجذابة وشخصيتها قوية، ودي كلها صفات ماريا مفتقداها. آيرام بتوعد ماريا إنها هتساعدها وهتاخد لها حقها لو أي حاجة وحشة حصلت. ماريا بتقول لآيرام إنها جميلة، بس آيرام بتصحح لها وبتقول لها لأ، إحنا جميلتين. وبتظهر علامات إن ماريا مبسوطة إنها بتتكلم معاها. تاني يوم ماريا كانت مختلفة تماماً. على الفطار أهلها لاحظوا على طول إنها بقت إيجابية وأكتر ثقة. أبوها بيلاحظ شكلها الحلو وبيقول لها إنه فخور بيها. بعد كده ماريا بتعلن لأهلها إنها قررت تروح حفلة التخرج. أهلها الاتنين بيفرحوا جداً بالخبر ده، وماريا قررت إنها هتجتهد وهتتواصل أكتر مع الناس. في المدرسة بتروح تتكلم مع ليلي وشون. ماريا عايزة من ليلي تعلمها إزاي تتزلج على الجليد. أصحابها بيبقوا مندهشين من التغيير الكبير ده. ماريا لسه بتغير من علاقتهم، وآيران بتلاحظ ده. وبعدها بتقضي يوم مع أبوها، بتروح عيادته الأول وبتتفرج عليه وهو بيشتغل. ماريا بتلاحظ إن واحدة من معجبات أبوها موجودة في المكتب. بعد ما بيخلص شغله، ماريا وأبوها دان بيروحوا يتفرجوا على فيلم. علاقتهم كانت متوترة جدا، بس ماريا عايزة تحاول. بعد الفيلم اتقابلوا مع مارك وأصحابه، ومارك حاول يمثل قدام أبوها إنهم أصحاب. أبوها اتكسف من ماريا، وده كان موقف محرج. وهم راجعين البيت، دان قال لماريا إنه عايز يجيب لها هدية عيد ميلادها قريب. في نفس الليلة ماريا راحت تاني تتكلم مع آيرام. تاني يوم ماريا سمعت خبر وحش جدا. فكرة أبوها عن هدية عيد ميلادها كانت إنها تعمل عملية تجميل علشان يبقى شكلها أحسن. ماريا زعلت قوي وخرجت من البيت، وبعدها اتكلمت مع آيرام تاني. آيرام كانت غضبانة جدا من كل اللي حواليهم وعايزة تحمي ماريا بأي تمن. الكلام مع آيرام كان بيخلي ماريا تحس إنها أحسن وفي أمان أكتر، بس في نفس الوقت بيخليها أقل استقراراً. أمها لاحظت بسرعة إن في حاجة غلط مع بنتها، وإن تصرفاتها بقت أغرب من المعتاد. دان مش عايز يتعامل مع ماريا تاني، وطلب من إيمي إنها تسيب الموضوع. في المدرسة ليلي وماريا بياخدوا دروس تزلج سوا. ماريا ما كانتش شاطرة قوي، ووقعت وما قدرتش تقوم. ليلي شخصيتها وحشة، فضحكت عليها ومشيت وسابتها. ماريا فضلت لوحدها خالص على الجليد. أيران بقت غضبانة أكتر من أي حد حواليهم، وبتقول لماريا إنها مميزة وتستحق الحب. بس أسوأ حاجة حصلت كانت في حفلة التخرج. ماريا اتهجم عليها من المتنمر مارك. كانت مكسورة وخايفة جدا وحاسة بالوحدة، فدخلت الحمام تاني عشان تتكلم مع أيرام. المرة دي لمست المراية وبدلوا الأماكن. ماريا بقت هي اللي جوه المراية، وأيرام سيطرت على جسمها. في نفس الوقت إيمي كانت بتحلم بكابوس وحش قوي عن الولادة. من أول لما أيرام سيطرت، الحاجات بقت غريبة جدا في المدرسة. أيرام كانت واثقة من نفسها وجذابة. لما مارك حاول يتنمر عليها، أيرام وقفت له وخوفته. بعد كده أيرام حاولت تساعد أمها، خلتها تقابل واحدة من معجبات دان، ودي كانت خطة من أيرام علشان تخلي إيمي تغضب على أبوها. ماريا ما عجبهاش اللي أيرام بتعمله مع أهلها وطلبت منها توقف. أيرام صممت إنها لازم تعاقبهم كلهم عن اللي عملوه في ماريا. أيرام قررت تنتقم من مارك، فخلته يقع وكسرت رجله. وبعديها بفترة قصيرة أيرام اتعلمت التزلج لوحدها، وراحت تتدرب مع ليلي. المرة دي أيرام حرجت ليلي وخلتها هي اللي تقع، ولما ليلي وقعت خبطت دماغها جامد وماتت. في نفس الليلة ماريا كانت غضبانة جدا ومرعوبة وعايزة ترجع مكان أيرام، لأن اللي بتعمله فظيع. بس أيرام رفضت وكملت في خطتها. بعد كام يوم أيرام وشون بقوا يخرجوا سوا. هي بقت شخصية تانية خالص، بتشرب وتدخن. قضوا وقت في فندق، وفجأة شون جات له مكالمة. الشرطة كانت بتكلمه وعايزة هو وماريا يروحوا القسم. أيرام رفضت تروح، وشون حاول يغصبها، وفي لحظة غضب خبطته على دماغه ببزازة، وبالصدفة شون كمان مات. أيرام ما كانش تقصد ده يحصل، ودلوقتي هي وماريا نفسيتهم متدمرة. إيمي جالها أحلام زيادة عن الولادة، وبعدها اتكشف إن ماريا كان ليها توأم فعلا. ولما التوأم ده اتولد،
دان قتله لأنه كان مشوه. إيمي كانت حزينة جدا وما نسيتش الموضوع ده أبدا. أيرام راحت تتكلم مع دان، كان لسه في مكتبه، وهي طلبت منه إجابات. سألته لو كان هيهتم بيها لو كان شكلها مشوه أو وحش، وهو ما قدرش يجاوب على السؤال. لكن بعد شوية قال إنه ما ينفعش يكون ليه طفل مشوه. وبعدها أيرام قتلته هو كمان لأنها كانت غضبانة منه، ودلوقتي أخيراً انتقمت. بعد جريمة القتل أيرام ما بقتش تقدر تشوف ماريا تاني، ورجعت البيت لأمها، ودلوقتي شكلها ماريا وأيرام بقوا بيتقاسموا نفس الجسم.